بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة التنازلات هذه هي تدخل في إطار حل الأزمة اللي الناس كل متفقة على أنه ثم في المجال السياسي أزمة باعتبار أنه يعني الوضع السياسي اللي تمر به البلاد وضع دقيق جدا، أنه الحكومة أمامها صعوبات أمنية وصعوبات اقتصادية واجتماعية، والأطراف السياسية كلها مش موافقة على نتائج هذه الحكومة، وخاصة أحداث الأمنية الأخيرة اللي تخص خاصة الجرائم السياسية، الجرائم اللي وقعت في شعامبي، هذه كل معناها جعلت حركة النهضة تشعر بأنه من واجبها أنها تعمل على تجاوز هذه الأزمة، وتعمل على أساس أنه يكون هنالك توافق بين الأحزاب السياسية في تحديد الخطوة العملية في المرحلة الانتقالية فيما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية اللي باش توصل بينا في آخر المطاف إلى الانتخابات القادمة إن شاء الله. والحركة تشعر بأن مسؤوليتها أنها تساهم في إيجاد الحلول للوصول إلى هذه الانتخابات بمشاركة مختلف الأطراف السياسية، ويكون هنالك نوع من التوافق بين الحكومة الثلاثية الائتلاف الثلاثي وبين أحزاب المعارضة. ففي هذا الإطار الحركة تقبل بوجود نوع من الحلول اللي ربما ما تكونش مرضية بالنسبة للحركة، ولكن تقدر الحركة ضرورة أنها تقدم عليها من أجل أنه معناها قطع الطريق أمام كثير من الأطراف التي تريد أن تعيق هذا المسار الانتقالي، وعندها هدف أساسي. بعض الأطراف اللي ما هيش ترى مصلحتها أنها توصل البلاد إلى الانتخابات، فهي تريد أن تعطل بكل الوسائل هذه الوصول إلى هذه الانتخابات عن طريق الاغتيالات السياسية، عن طريق أحداث الفوضى والبلبلة وغيرها. فلقطع الطريق هذا رأت الحركة أنها توصل إلى نوع من الوفاق والاتفاق حول جملة من النقاط مع المعارضة، ومن بين هذه النقاط هي خاصة فيما يتعلق بأنه أن تشكل حكومة اللي هي تشرف على الانتخابات، لأنه من مطالب المعارضة أنه لتكون انتخابات نزيهة يلزم أنه تشرف عليها حكومة اللي تكون عندها المصداقية الكافية والقدرة الكافية إلى أنها تجعل هذه الانتخابات تتم في ظروف الشفافية والمصداقية. ففي هذا الاتجاه الحركة أبدت شيء من المرونة للوصول إلى هذا الاتفاق. وأنا في تقديري طبعا هذا شيء إذا كان خلى فيه مصلحة للبلاد ومصلحة إلى المصلحة على أساس أن نوصلوا إلى هذه الانتخابات بدون أن يقع بدون أن نمكن الأطراف التي لا تريد وصول الانتخابات من أنها تصل إلى هدفها. فإذا كان ثم نوع من الإجراءات التي تتفق عليه كل الأحزاب، فهذا شيء مطلوب وشيء لابد أن نقبله، لكن بالطبيعة هذا ما يلزمش يوصل إلى الحد إلى أنه معناها تنازلات كبرى بغير حساب، أنه استقالة الحكومة كما يطلبه المعارضة أنها تكون شرط، أنه يشترطوا أنه الحكومة تستقيل حتى قبل الاتفاق وقبل الحوار. هذا غير مقبول في تقديري. وكذلك شرط أساسي الذي يجب أن لا نتنازل عنه وهو أنه
أن المجلس التأسيسي يستأنف أعماله في أقرب وقت. في هذا الإطار معنا احنا ثم يعني إجراءات الآن نشي فيها كالكتل التي ما زالت تعمل في المجلس التأسيسي قررت أنها تدعو إلى جلسة عامة النهار الثلاثاء القادم إن شاء الله، ومعناها دعت رئيس المجلس إلى أن يشرف على هذه الجلسة، وفي صورة ما إذا هو رفض أو ما حضرش لإشراف على الجلسة هذه فإن الجلسة سوف تشرف عليها نائبة الرئيس أو من يتخذونه للإشراف على هذه الجلسة من طرف المجلس العام إن شاء الله.